شايفين بقى يا جماعة الجمال، بسم الله ما شاء الله، شغل مطاعم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زينب من مطبخ زينب الكبير. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض أجنحة الدجاج أو أجنحة الفراخ زي ما انتم شايفين كده. جبت الأجنحة غسلتها كويس قوي، نقعتها في مية وخل، قطعت اللي هو الجناح اللي هو الرفيع من ورا ده خلاص قطعته ورميته، وقطعت الجناح اللي هو الأساسي على 2 كده زي ما انتم شايفين. تمام كده. اول حاجه اول خطوه غسلتها ونشفتها كويس قوي وصفيتها ملح وفلفل. هتبلها. عندي هنا ربع كوبايه نشا، نص كوبايه دقيق. هبتدي بقى انزل اقلبهم كده الاول مع بعض. ننزل اجنحه بالنشا والدقيق. الأجنحة دي يا جماعة نعملها في البافلو، هتبقى إن شاء الله أحسن من اللي بتاكلوها في المطاعم، وأرخص بكتير وأوفر بكتير وأنضف بكتير. احنا عارفين بنعمل إيه. فوريكم كيس البافلو ده الغالي بنشتريه غالي جدا، بيتعمل إزاي. نحمر دلوقتي الفراخ، دلوقتي هنوطي النار نخليها على الوسط عشان الفراخ تستوي ونشكلها. بشكلها من الزيت أقل من 10 دقايق وربع ساعة عشان عايزاها تستوي خالص. أنا بقى يا جماعة نعمل كيس البافلو، نحط عليه الفراخ. حطينا معلقتين صلصة كبيرة، معلقتين كاتشب، فنجان عسل اسود، انا حطيت معلقتين زيت في الاول، وممكن معلقتين زبدة براحتك، زيت او زبدة، لكن سمنة ما ينفعش. تمام. عندي هنا بقى التوابل، معلقة ملح صغيرة، فلفل كلها معلقة صغيرة، ملح، سكر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، شطة، فلفل اسود. الشطة ممكن تستغني عنها بس هي بتدي طعم لصوص البصل يعني. حط التوابل كلها. ننزل فنجان خل، شايفين الشكل، لونه شكله وطعمه وريحته فظيعة. نص كوباية مية اهي، معلقة نشا صغيرة بس مليانة يعني. أول ننزل معلقة صويا صوص، ننزل بقى النشا والمية، نقلب. معانا أحلى وأوفر كيس البافلو ناكل في المطاعم، طريقته سهلة، المقادير موجودة في كل بيت. مع الأجنحة هيبقى فظيع أكيد. الصوص اهو يا جماعة. نبتدي ننزل الفراخ، بسم الله.
نقلبها كده تاخد غلوة بس على النار، تشرب الصوص. هي الفراخ مستوية، شايفين المنظر. نسمي كده بسم الله. عندنا الطبق بتاعنا اهو هنقدم فيه، وعندنا الطبق مزينينه كده طبعا زقه طبعا زقكم. شايفين بقى الجمال، مش عايزه اقول لكم بقى الطعم ايه. شايفين بقى يا جماعه الجمال، بسم الله ما شاء الله، شغل مطاعم يعني. شوفوا الطبق ده مش يدوب جناحين بس وشويه صوص، بتاكلوهم كام في المطعم. احنا كمان كل ده ما تكلفش حاجه في البيت. اعملوه لاولادكم يا جماعه في البيت، تحفه بجد. يا رب بقى تجربوه تقولوا رايكم ايه. متنسونيش بقى في اللايك والشير، تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.